الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة. الجمار هو شحم النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لها بركة كبركة المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. النخلة الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لأنها تشبه المسلم. السبب كلها منافع وتبقى خضراء وتعطي هذا التمر الطيب الحلو، وعجو التمر كذلك يعطى للإبل كعلف، وخشبها فيه منافع وجريدها في منافع، كلها منافع. وكأن المسلم لا يصدر عنه إلا الخير والمنفعة، لا يكون مؤذيا ولا شريرا ولا يؤذي أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشهد بالنخلة بأنها لها بركة، ولذا أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نفطر ونحن صيام أن نفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور. ولذلك مشان يستعد الواحد يشتري له شوية تمرات على رمضان لكن حتى يفطر عليها كل يوم، فإنها بركة. وغير ذلك فيها منافع وفوائد كما ذكر الأطباء. الصيام كأنه يضعف حاسة البصر، والتمر فيه خاصية تعوض ما يضعف الصوم وزيادة. ولذلك عندما يفطر الإنسان على تمر يعوض ما فاته من ضعف البصر وغيره بقى من الأمور الأخرى التي ستأتي بحينها إن شاء الله في رمضان عندما نذكر ما يتعلق في رمضان إن شاء الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. كذلك من فوائد التمر وبركاته ومنافعه، إذا كل يوم الإنسان أكل صباحا عريق قبل ما يذوق شيء 7 تمرات عجوة، بقى العجوة غير التمر نفسها، 7 تمرات عجوة يأكلون هي عريق، قال لا يضره لا سم ولا سحر. يقول عليه الصلاة والسلام، حديث في صحيح البخاري، معناها التصبح كل يوم على 7 تمرات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقعهن من المساء، 7 تمرات ينقعهن في إناء بماء، عند الصبح يأكل هالتمرات يكونوا طريوا ويشرب ماء لأنه هالماء صار حلو ما انتقعوا فيه، ينقعهم من المساء عليه الصلاة والسلام 7 تمرات يحطهم في وعاء ينقعهم في ماء، عند الصبح يأكلهم يكونوا طريوا والماء يشربه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. كذلك من أجل بركة الطعام
بركة الطعام ما معروفة بأي لقمة وبأي جزء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة على الأرض أو على مكان فنأخذها ونميط عنها الأذى ونأكلها. اللقمة اللي وقعت منا لما الإنسان بيأكل بجوز يهرهر شوي إلى آخره، لا يتركه، لأنه لا يدري البركة في أي جزء من أجزاء الطعام. ثم إذا أكل وإيده تلوثت لا يغسلها بالماء ولا يمسحها بمحرمه، وإنما يلعقها هو بفمه حتى يأكل ما عليها، أو يلعقها ابنه الصغير جنبه مثلا، أخوه الصغير إيش يعني لعق له إياها، يا هو يلعقها يا يلعقها لغيره، وهكذا. مشان بركة الطعام ما معروفة بأي جزء، ولا يعتبر هذا يعني من باب إيش يعني ربما هلأ بهالزمن إنه هي يعني عبارة عن خساسة وبخل، وربما يوصفوه أنه الواحد إلا بقى يلحس أصابعه حتى لحس القصعة. هذا من السنة، الواحد أكل في إناء ما يترك بعض بقايا بالإناء، يأكلون وبيده بأصبعه يلحس الصحن ما يخلي أثر، مو هلأ بيخلي الصحن موجود فيه بقايا من الطعام بروح هذا هدر بينكب إلى آخره. ولسه بقى اللي بيساووا حفلات وبيكبوا الطعام بالزبالة، هذوليك اسم عند الله كبير لسه، لأنه هذا كله تبذير وإسراف، هذا لا يجوز، حرام. يتلف الإنسان ماله بدون فائدة، هذا حرام مسؤول عنه. مهما كان الإنسان غنيا عليه أن يقدر نعمة الله عز وجل. مثل الماء، إذا الإنسان عم يتوضأ من على بحر عليه ألا يسرف في الماء بالوضوء، مع أنه بحر أمامنا، بحر علينا ألا نسرف. كذلك لما الإنسان بيتوضأ في ماء بيته أو ماء للمسجد ما يكثر من الماء، فإكثار الماء أو تقليله مكروه في الوضوء، مكروه، لأنه هذا تكسير الماء يعني إراقة ماء بدون قيمة وبدون استعمال، حرام، ما بيجوز تبذير هذا وإسراف. فهي نعمة، الماء نعمة، ما الشيء يعني نكثر منه بزيادة حتى يروح هدر، ولا نقلل بحيث انه ما نسبغ الوضوء مظبوط. وكذلك الطعام، لا الإنسان يحرم نفسه ويقتر، ولا كذلك يبزخ ويكون مبذر ويلقي كثير من الطعام إلى الشارع مع القمامة مع الزبالة، هذا لا يجوز. فإذا الإنسان إذا أكل ما يمسح إيده حتى يلعقها أو يلعقها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال، يعني الواحد لما بينتهي من الطعام، لما بيباشر بالطعام يقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم لما بده يباشر. وكذلك بيقول نويت التقوي على طاعة الله، إنه أنا عباكل مشان طاعة الله، قوي جسمي على الطاعة، ما عباكل بس مشان شهوة الطعام. وعند الشبع يقول الحمد لله. كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال مرة الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، يعني نحن يا رب ما بنكتفي من نعمتك، بدنا إياها دائما، أو يعني يا رب ديمها علينا، لأنه الطعام لازم لنا كل يوم كل يوم، وغير مكفور يعني يا رب نحن ما بنجحد نعمتك، بنشكرك عليها كل يوم، بدنا نشكرك على هالوجبات الطعام اللي عم ناكلها ووجبات الشراب اللي عم نشربها، فنعمتك ما نستطيع نستغني عنها ولا نكتفي منها، لأنه كل يوم لازمتنا وضرورية. فبيدعي المؤمن إنه يا رب أديم علينا نعمتك، أديمها وألهمنا الشكر، يعني يا رب ديم علينا النعمة ونحن دائما نشكرك. والشكر على النعمة قيد لها، يعني بيثبتها، لئن شكرتم لأزيدنكم. معناها شو معنى لأزيدنكم؟ الزيادة مع بقاء الأصل، ولذلك يقال الشكر قيد وصيد. قيد النعمة اللي الله أنعم علينا بتبقى موجودة، قيدناها ربطناها ما بقى تروح. وصيد بيجي زيادة في من صيد زيادة عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم،
الزيادة مع بقاء الأصل. أما إذا الأصل راح وإجتنا زيادة ما لا تقال عنها زيادة، لا يقال عنها زيادة. الزيادة مع بقاء الأصل، الأصل موجود وإجانا زيادة. فالشكر قيد وصيد، يقيد النعمة ويثبتها ويبقيها ويصطاد فوقها بواسطة الشكر، يعني الله بيزيدنا من نعمه وهكذا. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. إذا الإنسان جاء غلام قال هذا معه عقيقة. شو العقيقة؟ العقيقة في الحقيقة هي اسم لحلق الشعر للمولود. إذا ولد للإنسان مولود من السنة 7 يوم من ولادته أن يحلق له شعر رأسه حتى يطلع شعر جديد قوي. هذا الشعر إزالته اسمه عقيقة، مقرون بذبح. نذبح له للذكر 2 رأسين من الغنم، وللأنثى رأس واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. هي سنة، هي العقيقة سنة. فالحلق الشعر اسمه عقيقة، لكن صار مجازا لذبح الشاة أو الشاتين 7 يوم للمولود. سمي هذا الذبح للشاة أو الشاتين عقيقة مجازا، وإلا الحقيقة العقيقة لحلق الشعر. والذبح هذا سنة، نذبح للذكر 2 وللأنثى 2. إذا واحد معه، ما معه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ميط الأذى الشعر هذا بنزيله حتى يطلع له شعر جديد، وبنذبح العقيقة ومنساوي عليها وليمة أو منوزعها على الناس سواء كانوا فقراء أو غير فقراء، مو شرط الفقراء. والأفضل كذلك لما بنذبحها ونقطعها لا نكسر العظم كسر، وإنما نفكه من مفاصله. العظم منفكه من مفصله تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، يعني كأنه عم نقول له يا رب نحن ذبحنا بوجهك الكريم هالعقيقة من أجل سلامة هالولد، وعم نفك له العظم فك حتى ما نكسره، إنه يا رب خلي أعضاء هالولد سليمة لا تكسرها أثناء، لأنه الطفل معروف كيف أثناء بصغره بيوقع كذا، بكبره بحادث، يعني كله طلب من الله وتفاؤل إنه تبقى أعضاء هذا المولود سليمة. هي العقيقة سنيتها. فإذا بيقول عليه الصلاة والسلام مع إيش؟ مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. هي 7 يوم من السنة، نسميه 7 يوم، نسميه له الغلام ونكنيه. مثلا شو نسميه؟ محمد، أبو خالد، هي الكنية، يعني من الصغر نسميه ونكنيه منذ الصغر. هو 7 يوم عمره، نحلق له شعره، هالشعر منزينه بفضة ومنتصدق بهالفضة وزن هالشعر، ومنذبح له عقيقة إذا كان ذكر 2 أو أنثى كبش، ويكونوا سليمات من العيوب، مو نجيب كبش أو نعجة أو كذا عورة عرجة مثلا هزيلة خوتة، لا تكون سليمة مثل الأضحية، مثل الأضحية سليمة، ويكون عمرها 1 سنة. وهكذا بالنسبة للغنم. وبنذبحها وبنوزعها على الفقراء. هي كلها 7 يوم. وكذلك بنختنه بنطهره لهذا الغلام. هي كلها يعني مستحبات للمولود. ومن حين الولادة بنأذن له بدانه اليمنى وبنقم له الصلاة بدانه اليسرى. من حين ما بيطلع عن بطن أمه ويتستاوله إيش الممرضة أو كذا، بلفوه بيجي إنسان بيأذن له بدانه اليمنى وبيقم له الصلاة بأذنه اليسرى حتى يسمع ذكر الله من حين أن وجد في الدنيا. كيف؟ ومنجيب تمرة نحنكه بها كما فعل عليه الصلاة والسلام، حلك بتمه أخذ جزء منها شيء هيك عبارة هالحلاوة اللي فيها وحط على أصبعته وحط بتم الغلام، تحنيك بالتمر. هذا هيك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور تتعلق بالمولود.
وقال عليه الصلاة والسلام: من هر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفرة. إذا ذبحنا ذبيحة من علامة إنه هالذبيحة تؤكل أول شيء إنه الدم يطلع منها بقوة. مو معناها استنيناها لماتت وجينا ذبحناها يطلع الدم ما فيها القوة، لا ينهمر انهمار، بده يكون إنه يطلع بقوة، وكذلك تكون حركتها حركة حياة مستقرة فيها، مو إنه ما فيها حركة لما ذبحناها ما تحركت ولا الدم طلع بقوة. بده يكون يا الدم يطلع بقوة يا حركتها قوية، أي من علامة إنه نحن ذبحناها قبل أن تموت، فيها حياة مستقرة وهكذا. وبعدين نسمي بسم الله والله أكبر، وبدنا نذبح بآلة لا تكون لا سن ولا ظفر. إذا واحد ظفره طويل وذبح فيها جيجي أو مثلا عصفور أو طير حمام بظفره حرام، لا تؤكل. أو بسنانه إجا هيك عضة بسنانه وطق له جوزة حلقة، ما بصح. إنه كيف؟ بده يكون بآلة حادة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وهكذا. وبعدين بده يكون المجرى النفس ومجرى الطعام هذول ناحيتين اثنين، وفي عرقين اسمهم هون الودجين، واحد منهم واحد منهم صاروا 4: مجرى الطعام ومجرى النفس والودجين. فبعض الأئمة قال بكفي إذا قطعنا مجرى النفس ومجرى الطعام فقط. بعض الأئمة الأخرى قال لا، بدنا نقطع 3 من هال4، نقطع مثلا في ودجين وفي مجرى طعام ومجرى نفس. إذا قطعنا 3 من هال4 جاز، والأفضل 4: الودجين مع مجرى الطعام مع مجرى النفس. هذا من ناحية الذبح الشرعي، هذا الأفضل 4. لكن بعضهم قال إذا 3 من هال4 بكفي، وبعضهم قال مجرى الطعام ومجرى النفس يكفي بدون الودجين. على كل، أما الذبح التام 4 نقطعهن وهكذا. وعن نافع مولى ابن عمر عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. يعني المرأة إذا ذبحت ذبح بجوز أما ما بجوز؟ قال بجوز. في بعض من الجهل بجوز أو العوام المرأة ما بصير تذبح، المرأة ذبيحتها لا تؤكل، نقول له لا تؤكل، سواء كمان في حال العذر. في بعضهم بيقولوا إذا المرأة في حال العذر والحيض ذبيحتها لا تؤكل، نقول له لا، ما فيها القيد أبدا، ما في، سواء فيها عذر أو ما فيها عذر، الحيض معها أو ما معها طاهرة، ذبيحة المرأة مثل الرجل ما فيها يعني هالفرق هذا. فهي امرأة ذبحت، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بالجاهلية ما كانوا يأكلوا ذبيحة المرأة، فقال كلوا، أمرهم بأكلها. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله